فنان مدام لبلبة لها عمر، يعني في ناس بيقولوا ده عمر الذهبي، في عمر ذهبي للفنان؟ في دور اه في دور مم. عمر. مم. يعني في ادوار ممكن تتعرض على الفنان يبقى ده دور عمره. ايه هو دور عمرك؟ دور عمري ليلة ساخنة. ليلى ساخنة. يعني النقاد لما كتبوا عليا قالوا دي ما كانتش ليلة ساخنة، ده كان ليلة القدر اللبلبة. يعني في اللي فتح لك طاقة القدر. الناقد طارق الشناوي كتب عني كده برضه. نعم، وفي ناقد ايضا كتب عنك مقال، اعتقد الاستاذ عادل حمودة كتب عنك لسه خضرة. بتجيبي الكلام ده منين؟ هو قال عليا كده وانا استغربت ان لسه فريش، لسه فيها حيوية الطفولة وبراءة الطفولة لسه خضرة. يعني حبيتي الكلمة دي؟ حبيتها وشكرته، بس يعني انا الواحد ما بيحسش بنفسه. يعني مش بحس لو انا كنت، يعني انا ازاي. بتخافي من الزمن مدام لبلبة؟ العمر وانحسار الادوار مثلا؟ ما فيش حد ما بيخافش من المجهول. يعني اخاف المرض، لكن الزمن علينا كلنا، يعني ما فيش حد هيفضل زي ما هو. على البني ادم انه يبتدي ازاي بتتصالحي مع فكره الزمن والعمر؟ لازم يجهز نفسه. ازاي بتحضري انا نفسك؟ من صغري شفت قدامي فنانين كانوا صغننين وحلوين وبعدين كبروا. بعضهم بعد عن الفن وبعضهم اصر ان يفضل في الفن وغير طريقه ادائه ولونه مع الزمن. فانا عجبتني الحكايه دي، انه مادام انا بحب شغلتي وعايزه استمر، فمن 10 سنين فكرت ان انا لازم اغير جلدي. بس كان ازاي؟ كان في منتهى الصعوبه، علشان لازم يقتنعوا بيا ان يعني ان دي نقدر نعرض عليها ادوار مختلفه. كانوا تغيري جلدك ادوار الام مثلا، او ادوار ام، او ادوار شويه تليق للمرحله العمريه بتاعتي. رفضتي ادوار يعني في هذا العمر؟ ادوار وانا كبيره؟ أيوة. رفضت اللي قبل المرحله دي، لان لقيتهم بيبعتوا لي ادوار انا عملتها من زمان. فانا مش عايزه اكرر نفسي. وكنت مؤمنه اني لو انا مثلا عملت ادوار كتكوته وصغيره مثلا اللي كنت بعملها من 20 سنه، الحبيبه البنت الجميله، مش هيبقى حلو ليا. وبعدين الناس بتحب الصدق، واحنا شغلتنا احنا بنمثل الورق. نعم. شغلتنا لازم الجمهور يصدقنا، واذا ما صدقناش يبقى مش هيقتنع باللي احنا بنعمله. فانا فكرت وبقيت اقول يا رب ساعدني. نعم. ابعت لي دور يبتدي اغير فيه. نعم. بتاخدي راي حد لما يتعرض عليك دور؟ بتتبعي احساسك؟ احساسي وساعات والدتي. نعم. احسان دور احسان في فرحان ملازم آدم. الدور ده صعب ومركب وخفتي منه اول ما قريتيه. الام اللي بتحب حبيب بنتها وام صغيره وجوزها اتوفى. لا، جوزها خدوه في السجن في قضيه مخدرات. نعم. وهي لسه جواها عايزه تحب، وفي شباب جواها، عندها شباب. طبعا انا رفضت الفيلم. لما جالي السيناريست العظيم الله يرحمه محسن زايد، نعم، وعرض عليا دور احسان في فرحان ملازم ادم، قلت له انا ماليش دعوه بالسكك دي. انا ما اعملش الشغل ده. قال لي استني بس فكري، وانا هاخدك معايا في اماكن عشوائيه وهتشوفي احسان كتير. وابتدى يعيشني في الدور ويخليني افكر فيه. اتحديت نفسي برضو فيه. وعملت الفيلم، لكن
انا تعبت نفسيا. نعم. يبدو لي أيضا من خياراتك والأدوار اللي اخترتيها أو عشتيها وأديتيها، أيضا أنت مترددة، يعني ما عندك المغامرة، مش جريئة قوي أيضا في الإقبال على الأدوار والتنوع. رح نرجع إلى مشوارك الفني، ابقوا معنا مع الفنانة لبلبة، نلتقي بعد قليل. يا سيدي هي لجأت لي بصفتي دكتورة، بتاخد رأيي في عدم التوافق اللي بينكم. يا فندم، تقصدي ايه حضرتك بعدم التوافق؟ المعنى واضح يا أستاذ حمدي. هي ازاي تتجرأ وتسمح نفسها تتكلم في اسرارنا مع حد غريب؟ الكتمان مش مطلوب في الحالات دي، وأنا بصفتي دكتورة. انا مش فاهم ايه دخل الطب في الموضوع؟ شغلتي أساعد الأزواج اللي بيفشلوا في علاقتهم الزوجية. انا مش عارف، واللي اعرفه ان حضرتك شغلتك تعالج الاطفال الصغيرين، تولدي الستات، مش تعليم الراجل يعامل مراته ازاي ويعمل ايه مع مراته. إذا كنت واثق من خبرتك للدرجة دي ليه بتهرب من المناقشة؟ اهرب؟ تحبي اقدم لك دليل على خبرتي؟ ها؟ ايه الطريقه اللي تحبي اثبت لك بيها ان انا عندي خبره يعني؟ هو ده دور جريء، النعامة والطاووس. ده جريء وخدته، ما ترددتش. اصل ساعات بفكر، لاني ممكن يكون في دور الجمهور يكره الشخصيه دي، يكش منك يعني. انا يعني انا عارفه ان احنا بنمثل ده، احنا مش دي الحقيقه اكيد، والتنوع عايز كده. التنوع عايز كده، لكن يعني انا كان غلط ان انا كنت هفكر ان انا اسيب الفيلم فرحان ملازم ادم. هو نجح جماهيري ودلوقتي لما بيتعرض في التلفزيون بيحقق نجاح كويس. عملتي مع ممكن نقول الاسماء الكوميديه الجديده، المعلمه حلويات مع بوحة. الكوميديان محمد سعد في بوحه، وايضا وش اجرام مع الفنان محمد هنيدي. ايوه. ايه اضافوا لك التجارب دي؟ هو شوفي، لما اتعرض عليا الفيلم كان اخراج رامي امام، ابن الفنان الكبير عادل امام. وانا لما قريته قعدت افكر، هو دور جديد طبعا، لكن رامي قال لي انا محتاج لك، عايزك تنزلي تعملي الدور ده. انا فكرت فيه انه الجماهير بتاعت محمد سعد وهنيدي الجماهير الشعبيه، فقلت طب انا ما اخش في المنطقه الشعبيه، عايزه تكسري وما يشوفونيش نوعيه معينه من الناس. فهي دي كانت الفكره الحقيقه. نعم. دافعتي عن هالافلام، يعني لما سالوكي ليه عملتي هاي النوعيه من الافلام قلتي ان فيلم بوحه ليس مجرد سكتشات فكاهيه، ولكنه فيلم هادف له قصه ويقول شيئا ما. وبتدافعي دائما، انا بقرا لك تصريحات يعني في ارشيفك انك بتدافعي عن موجه سينما الشباب، وبتحبي تتعاملي مع الشباب وتدافعي عن الاسماء الجديده. تجربتك مع الشباب؟ كتير يعني. جنة الشياطين كان معايا 5 وجوه جديدة. عمرو واكد كان وجه جديد. نعم. وكارولين خليل وساري النجار وعملت مثلا النعامة والطاووس كان مصطفى شعبان. لسه أول فيلم له، وبسمة كان أول فيلم لها. فرحان ملازم آدم كان معايا ياسمين عبد العزيز. نعم. ومي عز الدين ويعني بوحة. نعم. يوم ما تقابلنا تحكي لنا ايه عن هالفيلم ده؟ الفيلم ده هو اخر فيلم انا مثلته. نعم. هو لسه ما نزلش، قرينا عنه وشفنا منه مشاهد. بتمنى له النجاح. نعم. طول الوقت طول الفيلم لبلبة نزلت عن اناقتها واللبس، ولبست جلابيه طول الوقت وشبشب واحد. لابسه جلابيه جلابيه بيت. وبطني كلها ميه لان كنت بغسل التيشيرت بتاع ابن جوزي عشان هو رايح رحله. وبشبشب لان التيشيرت وانا بنشره وقع من البلكونه. نعم. فاتلخبطت وعايزه انزل بسرعه اجيب التيشيرت،
خدت مفتاح غلط، وبفضل الفيلم قصة كله برا البيت. برا لبلبة، البيت. وقفتي أمام أسماء كبيرة، ماذا تقولين عنها في عبارات قصيرة؟ عمر الشريف، وأخيرا تحقق في حسن ومرقص. بتقولي إيه؟ عمر الشريف وانت بتمثلي معاه يحيرك. إزاي؟ يعني في البروفا يعمل الشوط شكل، وفي التصوير شكل، وإذا تعاد المشهد الشوط يعمله برضو شكل مختلف. عنده جاذبية. أحمد زكي، معالي الوزير وضد الحكومة. ممثل لازم تستحضري له، لأنه هو غول تمثيل. محمد صبحي، الشيطانة التي أحبتني، من أحب أفلامي. أنا نسيت أقول لك عليه ده. الشيطانة التي أحبتني كان فيلم دمه خفيف قوي. محمد صبحي مش بس ممثل عظيم، هو مخرج عظيم كمان، ومخرج مسرحي 100. أنور وجدي، يا سلام، ما يعرفش يعني إيه أنانية. محمود حميدة، صاحبي وفنان يعني من النخاع. إذا طلبت منك تبعتي رسائل قصيرة للأسماء الفنية، إلهام شاهين، حتقولي لها إيه؟ أقول لها مبروك لنجاحك في الفيلمين المهمين اللي انت عملتيهم، خلطة فوزية وفيلم 1-0. ودايما في نجاح وتألق، وربنا يبعد الحاجات الوحشة عنك. نعم، مع حفظ الألقاب للجميع. الفنانة ليلى علوي، صديقة جميلة وإنسانة جدعة. يعني غير ما إنها ممثلة كويسة وشاطرة، هي إنسانة جدعة. صاحبتك للمواقف بتقف وقفة رجالة. صاحبتك؟ أحبها. عندك صاحبتي. صداقات من الوسط الفني كتير؟ عندي يسرى صاحبتي. ودايما ندور على بعض. هتبعتي لها اسمها موجود عندي. هتقولي لها ايه؟ اقول لها وحشتيني، وانا مستنيه بفارغ الصبر مسلسلك في رمضان. نعم. ان شاء الله. الفنان محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز، بحبك يا محمود. الفنان صلاح السعدني. عملت معاه فيلم واحد بس. نفسي اشتغل معاه، احب اشتغل معاه. نعم. نيلي قريبتي، بنت خالي. ربنا يخلينا لبعض. نعم. ستقفين قريبا، قبل قليل ذكرنا فيلم محمد علي أمام ممثلين أو أمام فنانين كبيرين، طبعا الفنان يحيى الفخراني والفنان جمال سليمان، وبقيادة المايسترو طبعا المخرج الاستثنائي حاتم علي. إيه دورك في الفيلم ده؟ هم طبعا قايلين لي ما تقوليش على دورك، لكن بس انت أنا حتغششنا. عايزة أقول للجمهور يعني. وأقول لك أنت كمان، أنت حبيبتي. أقول لك إنه هو دور أنا ست من الشعب، وأنا يعني ربنا بس يوفقني. هو هيكون من أصعب أدواري على الشاشة، لأنه في مراحل. وأنا أول مرة أعمل فيلم تاريخي، وأول مرة مع الفخراني. نعم. الدكتور يحيى الفخراني، وأول مرة كمان مع جمال سليمان. نعم. وبتمنى ان ربنا يوفقني في الدور الصعب ده اللي مطلوب مكياج جامد جدا، علشان في مرحله وانا عندي 45 سنه، وبعديها في مرحله وانا معديه ال50، وبعدين في مرحله وانا عندي 72 سنه. انت عملتي المرحله الاخيره دي في نيويورك؟ عملت في اسكندريه نيويورك دور الست الكبيره، لكن كنت قايمه بدور زوجة يوسف شاهين في السيرة الذاتية بتاعته. نعم. ما كانش الدور كان في حدود قادرة أتحرك فيها. صحيح. يعني في بعض أدوار ما تقدريش تبرطعي قوي فيها. زي مثلا حسن ومرقص. حسن ومرقص دوري فيه دور صعب ما يتلعبش فيه كتير، لأنه الفيلم كله حساس. والقضية والإشكالية المطروحة القضية يعني حساسة صعبة. بالنسبة للتزاوج السوري المصري، إيه رأيك في اللي يعني؟ جميل. شوفي إن يبقى فيه
ممثلين من سوريا الحبيبه بيشاركوا باعمال في مصر، وان يكون في كمان المصريين يطلعوا سوريا بيعملوا شغل جميل يعني، اقوياء قوي قوي في الدراما السوريه معروفه. مين بيعجبك منهم؟ كتير، كلهم كويسين. اهمهم بحب حاتم علي كمان، قصدك كمخرج ممثلين وممثلين حلوين. لا لان سلافه بغارتنا، سلافه وخرجه، نوجه لها تحيه. بوجه لها تحيه وعلى نجاحها في اسمهان. وفي جمال سليمان وفي باسم، يعني في ناس حلوين، في شغل حلو يعملوه. نعم. الحب راح، تفتكر الجملة دي؟ الحب راح؟ الحب راح زي ما بيروح دايما يعني. راح فين؟ راح فين؟ الأغنية اللي غنيتيها مع محمد هنيدي؟ الحب راح ياما وراحت ايامه ولياليه. راح ما انا بقول، ما انا قلت لك يا ابني